هلا وشلونكم حبايب قلبي، عساكم بخير. اليوم وصفتنا مطبق سمك. تعالوا أقولكم شنو اليوم وصلتني من عطارية أبو سيف اللي عنوانه هو البصرة سوق الجنينة. ومو بس هاي، عندهم خدمة توصيل، بس ما أحكيلكم على البهارات، الريحة عبت البيت. وعندهم خدمة توصيل لجميع المحافظات، لا تتقيدون بنات، أي بهارات تردوها متوفرة عندهم. ومو بس هاي، بعد هم مسويلكم عروض، واللي من طرفي ما راح يقصر وياهم. وحبيت أجرب من بهارات أبو سيف مطبق السمك، بس ما أحكيلكم ريحة وطعم فيت شي. شوفوا بنات، عندهم بهارات مرق، فاهيتا، سمك، دجاج، دولمة، شنو انت تردوه متوفر عندهم. هسه نبلش بوصفتنا. هنا عندي سمك مقطعته وكمية من التوابل، راح اكتب لكم اياها اسفل الفيديو. اخبطهم كل زين، وبعدها اضيف على السمك كمية من البهارات، وكمية اتركهم على صفحة. اتبل السمك بالبهارات، وبعدها راح اضيف رشة من الطحين، وهم اتبلهم بالطحين. وبعدها هنا الطاوة بيها دهن، راح اضيف السمك واقليه، وبعدها هنا اصفيه من الدهن وتركه على صفحة. بنفس الزيت راح اضيف كمية من البصل، والكمية البقت عندي من البهارات والكشمش، وبعدها راح اضيف هنا اشبنت ومعدنوس، واقلبهم كل زين لحد ما يحمسوا كل زين. هنا عندي بجذور حمص الشعرية لحد ما يتغير لونها، ضفت كمية من المي ورشة ملح، رشة شكر، ورشة هيل. خلطهم كل زين، وبعدها راح اضيف عليهم لوز، واحمسهم هم كل زين واتركهم على صفحة. بعدها راح اضيف الحشوة فوق الشعرية واخلط بجذور بمي فور على الطباخ. وبعدها راح اضيف التمن المنقوع، نقعته تقريبا ساعة، وبعدها راح اضيف عليه ملح وأقلبه وأتركه يستوي. بعد ما استوى هنا عندي صفيته وأتركه هم على صفحة بجدر فارغ. راح أضيف كمية من التمن، وبعدها راح أضيف الحشوة، أسويهم طبقات. وبعدها هنا ضفت السمك، وبعدها ضفت التمن، كملتها هنا طبقات. راح أتركهم تقريبا ربع ساعة أو 10 دقائق على الطبخ. كمل عندي هنا الطيب مطبق، والريحة ما أحكيلكم، والطعم البهارات تخبط. راح أترك لكم عنوان أبو سيف أسفل الفيديو. كل احنا نوصل من عنده ونتابعه، والبهارات عندهم فريش. وعلينا وعليكم بألف عافية. لا تنسونا باللايك والاشتراك والكومنت الحلو مثلكم.